صباح الخير. جيت النهاردة عند بيت أهل جد وهنقضي بقى اليوم معاهم، بس قلت اوريكم الجو عامل ازاي. مطرة النهاردة 8/5. الشتا يا جماعة مش عايز يمشي من لبنان، فقلت اشارك بقى معاكم النهارده اليوم هنعمل ايه فيه والغدا، لان مامة جد النهارده عامله لنا عصافير وتبوله، فيومي خالص. واو، في كلاب تحت، استنوا اوريكم. بصوا انا بحب يا جماعه الكلاب البلدي جدا جدا جدا، يعني بحبهم اكتر من اي حاجه في الدنيا. بصوا قاعدين ازاي يقبروني. ما اعتقدش ان دول بلدي، اعتقد ان دول بريد، مش عارفه. بصوا الابيض ده تخين قوي في شعر، وده الاسود شبه الجيرمان. اياهم رايحين. بصوا انكل عامل لنا كيكه بالجوز شوكولا. عايزه اقول لكم ان هي طيب كتير، انا بموت في الكيكه بتاعته بجد، مفيش احلى منها. بصوا طريه جميله، ريحتها تحفه، بيبقى فيها جوز، بيعملها بالجوز وبالبرتقال، بتبقى تحفه، بحبها قوي. استنى اقفلها. بصوا بابا جاد عارف قد ايه انا بحب البيتزا بتاعته، هي من الاكلات المفضله بالنسبه لي، فالنهارده هيعملها لي، وقلت بقى اوريكم ازاي بيعملها، لان البيتزا بتاعته مميزه جدا، تحفه يا جماعه بجد تحفه. دي بتشيل بيها الحروف الزايده صح؟ فوق الفرن السخن عشان ترجع تتخمر، بعدين بنخبزها شويه قبل ما نحط عليها كل المكونات. بنحطها بالفرن. حتى ما تنفش. اوكي. واو، بعد ما طلعت من الفرن عامله زي البسكوت. صوص طماطم في ذرة. بعدين هنحط الحبش، هنحط الجامبو. شو هيدا النوع؟ شقوان، نحط اشقوان. هلا هنحط الموتزاريلا. واخر حاجه الجبنه العكاوي، يبقى حطينا 3 انواع جبن، شقوان وموتزاريلا وعكاوي. بصوا هي دي كده، بعد ما حطينا كل المقادير هنفوتها بقى في الفرن.
لا لسه هنحط زيتون. نسيت الزيتون. بعدين بقى انكل حطها في الفرن. حطيناها بقى في الفرن. هنستنى بقى لما التشيز تسيح، وشكلها شهي جدا. دي العصافير، بس لسه ما عليهاش توابل صح. اكلة عصافير النهارده، هناكل عصافير. لكن معنا هون كيف طيبين؟ لكن مدهن هلا بينوا انه هن 50 عصفور. قبل كانوا باينين شي 10 11. حطينا عصير ليمون وملح وبهار وقرفة. هنستنى بقى لحد ما يغلي. سفرتنا سمبوسك وكفتة والبيتزا، وده صحن العصافير، وده بفتيك وبطاطا، وهلا هيجي صحن التبولة. ممكن اختم معاهم الفيديو طيب. بصوا امبارح ما قدرتش اخلص معاكم الفيديو، وشكلي دلوقتي برضه مش عارفه اخلص معاكم الفيديو. ممكن نقول كلمتين؟ ممكن. بصوا امبارح زي ما شفتوا كده، اما رجعت كان الوقت اتاخر. الطريق اصلا طويل، بياخد معانا حوالي ساعه ونص ده لو ما فيش زحمه. بس انبسطت جدا بالاكل، وكنت مشتهيه جدا البيتزا بتاعت انكل. كمان العصافير يا جماعه كانت حلوه جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان بابا جاد هو اللي بيصطاد العصافير بنفسه، فبتبقى حلوه كده ان هو يعني يقدم لك اكله من الالف للياء، يعني هم صايدينها وعاملينها، فاهمين قصدي. فكان الغدا الصراحه حلو جدا وكان شهي جدا. بس المهم ده كان كده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا وقضيتوا معايا يوم جميل. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، وتحطوا لي لايك، وتقولوا لي بالكومنت ايه كان رايكم في اليوم. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.